بسم الله الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي في الله، سورة في القرآن من 4 آيات غفرت لصاحبته سبحان الله تعالى، يعني غفرت لها وأنقذتها من عذاب القبر وأدخلتها الجنة بعون الله وفضله. لا نمن على الله ولا يعني نفتري على الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع الوحي من بعده اللي هو الروح الأمين جبريل عليه السلام، فما تركت لكم من بعد رفع الوحي إلا الرؤيا الصادقة. الرؤيا الصادقة اللي هي دي بمثابة الوحي، يعني ربنا سبحانه وتعالى كان سيدنا محمد يقعد مع الصحابة يقول لهم مين عنده حلم أفسره له. كان أيامها كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يلم الصحابة وكانوا يجلسوا مع بعضهم ويفسر لهم الأحلام. ما تركت لكم من بعد الوحي إلا الرؤيا الصادقة. كان معايا أختي، وده قصة حقيقية واقعية، وأشهد الله سبحانه وتعالى على صدق هذه الآية، على صدق هذه المقولة. معايا أختي عليها رحمة الله، اتوفت ليها 3 سنين، يعني ده رمضان الثالث علينا إن شاء الله. كانت اتوفت بعد رمضان على طول بالظبط، يعني أتى رمضان وبعد رمضان صامت رمضان كله وتوفت قبل عيد الضحية. كنت أروح أصلي القيام وأصلي التراويح، أصلي التراويح في الجامع، وكنت أروح بعد التراويح أعدي عليها أسلم عليها، أخد معاها السهرة يعني وأرجع. كنت تبقى معايا المصحف القرآن، وكنت أروح تقول لي إيه ده يا أختي؟ أقول لها ده القرآن، والله بختم القرآن في المسجد مع الشيخ، يعني الشيخ كان يصلي بينا بجزء. فتقول لي والله يا أختي يا بختك، والله يا أختي يا بختك، لأنك أنت بتعرفي تقري وتكتبي وبتعرفي تقري القرآن. أنا والله ما بعرف أقرأ. هي ست أمية، يعني ما بتعرفش لا تقرأ ولا تكتب، وهي مربيانا، يعني مربياني أنا وأخواتي. بس المهم كنت تقول لي وندمانة ومتحسرة على إنها ما بتعرفش تقرأ في القرآن. فرحت قلت لها في مرة، قلت لها تعرف يا أختي أنت على كده تعرف تقدر، إحنا بنختم القرآن مثلا مرة أو مرتين في الشهر. قلت لها أنت تقدري تختمي القرآن يوميا، كل يوم تختمي وتبقي أحسن مننا كمان. قالت لي كيف؟ قلت لها والله تقدري تختمي القرآن أكتر منيني وأحسن منينا، ومش مرة ولا مرتين في الشهر، تختميه كل يوم. قالت لي إزاي؟ قلت لها تقرأي قل هو الله أحد كل يوم على قد ما تقدري، 3 مرات 4 مرات على قد ما تقدري، بس كده. ما قلتلهاش غير هالكلمة دي. فضلت ماسكة في القرآن في قل هو الله أحد، كانت كل يوم تقرأ قل هو الله أحد 100 مرة. كل يوم قبل ما تنام تقرأ قل هو الله أحد 100 مرة على السبحة. كانت معاها سبحة 100 غلاية، وكانت تمسك ال100 دي تسبح بيه آلاف الألفات، كل اللي يخطر على بالها تسبح بيه وهي وقاعدة. ما كانتش تقدر تتحرك، يعني كان فيها تعب في رجليها وكان جسمها تقيل، فكانت وهي قاعدة تتوضى وتقعد على المكان بتاعها وتفضل تقرأ قل هو الله أحد 100 مرة يوميا على الله. فمرة رحت لها كده برضو، كنت راحت قالت لي تعرف يا أختي بعمل إيه؟ قلت لها بتعمل إيه؟ قالت لي بقرأ قل هو الله أحد 100 مرة زي ما قلتي لي. قلت لها ده أنا قلت لك 3 أو 4 مرات يا أختي، بس أنت ربنا يتقبلهم منك يا رب ويجعلك من الصالحين. طبعا أختي عليها رحمة الله اتوفت، وأقسم بالله إن القصة دي حقيقية وواقعية. اتوفت طبعا، أنا إن هي مربياني أنا حزنت عليها حزن شديد. أنا ما حزنتش إنها راحت لله، هي راحت لله أحسن مني، وراحت لأرحم الراحمين. ولو وزنوا لها الدنيا دي كلها بما فيها من ذهب وجواهر وألماظ ما تختار إلا المكان اللي ربنا حطها فيه. راحت بعد ما ماتت بعديها بحوالي كده يعني شهر او اسبوع، والله ما عارفه 10 ايام 20 يوم شهر. طبعا بنتها الصغيره خالص دي فيها شفافيه كده لله سبحانه وتعالى. حلمتها حلم، طبعا اني انا في العيله بفسر الاحلام والكلام ده. راحت اتصلت بيا خالتي، انا حلمت امي في حلم غريب جدا جدا. قلت لها خير يا اللهم اجعله خير. قالت لي حلمت ان امي
آه، صاحي وعايشي. بقول لها: يما انت ايه دي، هو انت عايشي؟ قالت لي: اه انا عايشي. قالت لها: طب وانت مش متي؟ قالت لها: اه انا مت. قالت لها: امال كيف انت عايشي؟ طب قالت لها: ما انا كل يوم باجي اشوفكم. راحت قالت لها: طب انت قولي لي يما، انت عملت ايه في القبر وعملت ايه في الحساب؟ راحت قالت لها: والله العظيم ثلاثة، طلع الحساب ما في احسن منه. قالت لها: ازاي؟ برضه بعفويتها كده وبتلقائيتها بنفس الكلام. قالت لها: بعد ما موت بصيت كده لقيت نفسي في القبر. جيت كده بقوم، لقيت حاجة جنبي قاعدة. هي الحاجة دي اما قالت لها لقيت حاجة جاي، ناس بتصحيني كده بتقومني. ورحت لقيت كلمة خفت. قالت لها: اترعبت. أول ما اترعبت قالت لي لقيت لساني بيقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فرحت ببص لقيت الناس اللي حواليا بيجي شكلهم حلو وجمال، وقالوا لي: انت ايه اللي بتعملي؟ قالت لهم: انا ما معيش غير قل هو الله أحد. راحوا قالوا لها: ده انت في خير وفي نعيم، انت في خير وفي نعيم، انت مش هتشوفي اي شيء وحش، ما تخافيش احنا معاكي، ما تخافيش احنا معاكي. راحت قالت لهم: والله انا ما خايفه، ده انا بس بقول انه كنت عارفه ان الحساب يعني خوف ورعب. راحوا قالوا لها: ما انت يعني انقذت نفسك من الخوف والرعب. وجات البت بتقول الكلام ده خلتني ابكي بشكل رهيب. واقول لها، راح قالت لي: ايه معنى الكلام ده يا خالتي؟ قلت لها: يا بنتي امك حصل مني انا وهي كذا كذا كذا، حصل مني انا وهي كذا كذا. كنت جايه وحصل اني لما لقيتني بقرا القران قالت لي: يا بختك. قلت لها: ده انت تقدري تقري القران اكتر مني، وتقدري تختميه في اليوم مش في الشهر. وبالمنظر دي، وهو ده اللي حصل. فقل هو الله احد يا جماعه. شوف سبحان الله عملت ايه في واحده اميه جاهلي ما بتعرفش تعمل اي شيء، ولا مسكت المصحف ولا قرت لها ايه في المصحف، بس بينها ما بين ربنا انها عايزه ترضي ربنا. مسكت السبحه وبقت تقرا فيها قل هو الله احد، مش بس في رمضان، في كل الاوقات. شوف عملت لها ايه في القبر، جعلت لها القبر روضه من رياض الجنه، جعلت لها الناس اللي جايه تصحيها ده اللي هو ناكر ونكير اجمل منهم ما فيه، جعلت لها الخوف والرعب اللي في قلبها امان ورحمه، جعلت لها الفرحه اللي فرحتنا بيها وفرحت بنتها بيها وفرحت اولادها بيه. هي في خير طالما كانت تلجأ لله. ولحد هذا الوقت بتيجي بأحلام جميلة جدا جدا. والله العظيم ثلاثة أقسم بالله، الأحلام اللي بتجيلنا بيها أختي وبتروح لبناتها بيه، والله العظيم بتريح القلب وبتطمنا عليها وبتجعلنا أكتر فرحة ليها. أنا عن نفسي حلمتها حلم إنها طايرة في السماء ولابسة فستان أخضر فأخضر وحواليها غمامة خضرة، زي بتسبح زي السمكة كده بتسبح في الغمامة الغمامة الخضرة دي. ودخلت عليه من الشباك وهي بتسبح زي خف الريشة. هي كانت جسمها تقيل جدا، زي خف الريشة كده، ورفيعة وجميلة وصغيرة خالص، وجياني بكل فرحة. ودخلت عليه من الشباك بالغمامة دي، وفضلت أكبر وهلل عليها وهي داخلة لي. فسبحان الله يا جماعة، آية واحدة بس، سورة واحدة من 4 آيات أنقذت صاحبتي، دخلتها الجنة. نحتسبها على الله سبحانه وتعالى. أنا مش بفتري على الله، ولكن أنا بحكي الرؤيا، وربنا سبحانه وتعالى يكتب علي إذا كنت صدق ولا كذب. ويعني غفرت لصاحبتها ونحتسبها على الله من المقبولين المغفور لهم. فشوفوا السر بتاع الصورة الصغيرة عملت إيه في صاحبتي. ربنا يوعدنا ويوعدكم يا رب بالقبول يا رب الحسن، وبالقبول من أجل الأعمال، ومن أجل الذكر، ومن أجل يعني إحنا بنعمل كتير ولكن قليل في طاعات ربنا، قليل في عطاء ربنا، قليل في نعيم ربنا اللي مديهولنا، في الصدق اللي الواحد قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. بحس ان كل الاعمال اللي بنعملوها قليله قوي على نعمه واحده بس ربنا انعمها علينا في الدنيا. نعم كتير كتير خالص، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. نعم الله لا تحصى ولا تعد. فاحنا يا جماعه في الايام المفترجه، الايام الكريمه دي، لازم نتجه لله حتى لو بأقل الأعمال. فربنا سبحانه وتعالى عندكم قليل ولكن عند الله كتير. حبايبي في الله، يا رب تكون دي عبرة حتى للي مش بيعرفوا يقروا القرآن، يمسكوا سورة واحدة بس من القرآن ويثبتوا فيها ويلجأوا بها لله. ربنا سبحانه وتعالى هيقبلها منيهم
شوفوا الصورة الصغيرة عملت ايه في صاحبتها. وطبعا عمر الشيطان ما يتمثل في القرآن ولا يتمثل في الله ولا يتمثل في الملائكة، ولكن دي رؤية صادقة جات تبشرنا بيها سبحانه وتعالى. وعشان انا برضو في يوم من الايام انزلها لكم كده واقولها لكم، صورة صغيرة عملت ايه في صاحبتها. يا رب يوعدنا ويوعدكم بالقبول، ويا رب يختم علينا شهر رمضان بان نكون من الفائزين يا رب ان شاء الله، ويقبلنا ويقبلكم، ويغفر لنا ويغفر لكم، يتجاوز عن خطايانا، ويجعلنا من الفائزين المقبلين، ويعتق رقابنا ورقابكم من النار، ويجعلنا يا رب من قبلهم في الدنيا وفي الآخرة. يا حبايبي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.